يعني ايه الديسك؟ احنا الديسك ده عباره عن قرص موجود في جسمنا محاط بسائل جيلاتيني والياف كولاجين، وبيغلف كل الكلام ده كبسول طف قوي يقدر يتحمل الضغط ومرن في نفس الوقت. وده ربنا خلقه لنا كفاصل ما بين الفقرات اللي موجوده في جسمنا في العمود الفقري اللي بنسميه الباك بون بتاع الجسم، وده يعتبر الكور او الجذع اللي بيحافظ على استقامه الجسم وبينقل وبيحصل بينه تناغم في الحركه ما بين الاطراف وما بين اجزاء الجسم المختلفه. طب ايه اعراضه بقى؟ اولا احنا مش كل حد هيجي يقول لنا عندي وجع في ظهري معناه كده ان هو عنده انزلاق غضروفي، تمام؟ ومش كل انزلاق غضروفي بيحصل معناه ان انا محتاج تدخل. لكن هي الفكره ان انا امتى اقول ان انا عندي انزلاق غضروفي وما اخافش واروح اسال واستشير طبيب واعمل فحوصات عشان نقدر نعالج الموضوع من بدري ونمنع تطور الحاله. يعني اعراضه ايه؟ في النهاية. فبيجي المريض يقول لي ان انا بدا يظهر معايا الم في اسفل الظهر. وفي بعض المرضى بيجي بالم على طول عرق النسا نتيجه الضغط الغضروفي المباشر على الاعصاب، جذور الاعصاب المغذيه للصدر سواء يمين او شمال. وبيبقى اكتر نسب الانزلاقات على مستوى الفقرات القطنيه الرابعه والخامسه قطنيه والخامسه قطنيه والاولى عجزيه. ده بيبقى اكبر النسب اللي موجوده، وبيبقى اكتر في المراحل العمريه فوق ال 30 سنه من 30 ل 50، لكن مؤخرا بدا يظهر في سن اصغر من كده.